والصلاه والسلام على رسول الله. مبروك يا اهلاويه، مليون مبروك السوبر. انا عايز اتكلم في حق الراجل ده، الراجل ده عمل سوبر ممتاز. انت النهارده شفت توظيفه جديده لزيزو اللي هو بيلعب حر، بيتبادل المراكز مع كل الاطراف. يعني الجون اللي جابه بن شرقي يسلم الكره لهاني وجري قطع في المساحه وزيزو خد مكانه يمين وزيزو اللي حط له الجون. نفس الكوره اتعملت في جون تريزيجيه في سيراميكا. مش ممكن الراجل ده بصراحه، احنا كنا قايلين احنا هنخسر السوبر، الراجل ده هو اللي جاب لنا السوبر. عايز اتكلم عن نادي الزمالك عشان انا النهارده شفت احمد عبد الرؤوف بيألف. تعال اوريك التشكيله فيها محمد شحاته وفيها ناصر ماهر وفيها عبد الله السعيد وفيها سيف جعفر. طب انت بناء على ايه يعني بتلعب؟ وعمرو ناصر بناء على ايه بتلعب من غير فروت صريح؟ انت معاد الجزيري ليه دكه؟ وبزيره دوت حتى لو مش جاهز انت لعبته 45 دقيقه كامله، كنت اديته من اول الماتش. الاهلي ضغطك، الاهلي خلص عليك من البدايه. انت لو سبت الاهلي كره الاهلي فعلا هيموتك. الاهلي لو في عند دفاع وثقه شويه كان قدر يخلص الماتش 3 و4 و5 مرتاح. حاجه اتكلم عليها حكم المباراه. انا في رايي جون سيف الجزيري كلنا شفنا ان الكره جت في ايده قبل ما تخش فما تحسبش، وكره بنزا ما فيهاش حاجه. الحكم النهارده ادار الماتش بكفاءه. لو وصلك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك.